هاي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سارة البركة. النهارده هعمل لكم تحليل لمشاهد إيسو وفاطمة من مسلسل هذا البحر سوف يطير، بما انهم الكابل المفضل عندي طبعا. فهحلل لكم كل مشهد، كل نظرة بتدل على ايه، كل حركة، لغة الجسد، حتى الحوار. فطبعا مشاهدهم من اول حلقة لحد 19 هتبقى كتيرة قوي وفيها كلام كتير، فقررت ان انا هقسمهم لكم على كذا جزء. اول جزء طبعا هيكون على اول 4 حلقات، عارفه ان هم اول 4 حلقات قليلين بس فيهم تفاصيل كتيره وفيهم رغي كتير قوي. فالمره دي هتكون على اول 4 حلقات، والفيديو اللي جاي طبعا هكمل بقيه المشاهد لحد ما نوصل ان احنا نكون مع العرض وانزل لكم كل حلقه بحلقتها. فطبعا ده لو انا لقيت تفاعل، ولو لقيت ان انتوا حبيتوا السلسله دي. وبلاش رغي كتير، وخلينا نبدا في الفيديو على طول. أول مشهد مواجهة ما بينهم، لو ركزتوا في المشهد هتلاقوا إن فاطمة حاطة المسدس عليه هو بس. في الطبيعي إن لو حد حاطط المسدس عليك أنت بتوجه له المسدس عليه. هتلاقوا بصوا هنا، هتلاقوا إن هو حاطط المسدس على أيبوهان، علشان الناس بقى بتقولك إن قصتهم دخلت بالغصب أو ما كانتش مترتب ليها. بالعكس، ده من أول مشهد هتلاقوا إن هو حاطط المسدس على ايبوهان، مركز على ايبوهان. وحتى في العركه بصوا هنا برضو هتلاقوه ان هو بيهجم على ايبوهان وكده وبيضربه. فده دليل على ان اصلا من الاول في تركيز عليهم، ركزوا عليهم من اول مشهد، ان هم كانوا عمالين يبصوا على بعض، وهي ماسكه السلاح عليه وهو ماسك على ايبوهان وبيبص عليها برضو. ففي تركيز طبعا عليهم. هشرح لكم بقى التحليل من اول المشهد بتاع اما مامته طلبت منه يخطفها. لما مامته طلبت منه يخطفها، في ناس كتير قالت ان هو كان فرحان بحوار الخطف او مبسوط ان مامته طلبت منه حاجه ينفذها وكده. بس انا لما جيت بقى اراجع الحلقات وكده فاكتشفت اكتشاف تاني خالص. بصوا هنا لو ركزنا في رياكشن وشه هنلاقي ان مشاعر الانتصار او الفرحه مختفيه تماما. بالعكس، هو كان في حاله تانية خالص. طيب هو ليه ما كانش مبسوط؟ اول ما مامته قالت خطف هتلاقوا عينه ثبتت في نقطه واحده ووشه اتجمد. الشخص اللي بيحس بالنصر بتبان عليه ابتسامة خبيثة أو عينه بتلمع بس من الغل، لكن هو عامل زي اللي اتدلق عليه مية ساقعة. الصراع الداخلي، وده الأهم، باين جدا من نظرة عينه المكسورة إنه مش عايز يأذي فاطمة. في فرق بين إن أنت تروح تضرب راجل في خناقة وبين إن أنت تخطف بنت. نظراته كان فيها هم، هو عارف إن عيلة كوتشاري مش سهلة. بيحاول يبان تقيل قدام أمه، بس حركة بقه والتوتر اللي في وشه بيقولوا إن هو مش حابب يعمل كده. هو لو رفض فحد تاني هيشيل الليلة ويخطفها كده كده. وفي نفس الوقت عاوز يثبت لأمه إن هو قادر يعمل أي حاجة عشان عيلته. ندخل على تاني مشهد، وهو أول مشهد مواجهة ما بينهم، وخصوصا لما كان رابط أيبوهان وهي شافته. فأول حاجة هو قال لها إيه؟ قال لها أنا بكره أيبوهان ده أكتر حد. وبعدين صلح وقال لا، بكره أخوك الأول وبعدين إيه أيبوهان. Sen ne yaptın ha? Ula sağda solda Fadime Koçer'i benim de geziniymiş. Sana ne ulan? En sevmediğim Koçerli türü. Yok dur. En sevmediğim Koçerli türü abin. Sonra bu. اللخبطه دي معناها ان مشاعره هي اللي بتتكلم في الاول. هو بيكره اخوها علاقه دم، انما بيكره ايبوهان علاقه رجاله. فهنا كان واضح ان هو عنده فضول من ناحيتها وكان بيراقبها من فتره، لانه كان عارف ان ايبوهان بيقول لكل الناس ان هو بيحب فاطمه وان هو هيتجوزها. وده فعلا اللي قاله لفاطمه لما حاول ان هو يخطفها. قال لها ان هو بيقول لكل الناس ان هو بيحبك وكده. فهي قالت له انت مالك؟ ايسو كان يقدر ان هو يخطف فاطمه باي طريقه تانية، انما هو اختار ايبوهان بالذات عشان يربطه ويوريها قد ايه هو انسان ضعيف وان هو الاقوى منه. كانه بيقول لها بصي هو ضعيف وما يقدرش يعمل حاجه. طيب ليه هو كان زعلان ومهموم لما امه طلبت منه انه يخطفها، وليه كان فرحان وهو بيخطفها؟ لما امه طلبت منه ان هو يخطف فاطمه هو اتصدم، لان دي بنت، وفي عرف الرجوله حتى لو اعداء خطف البنات بيبقى تقيل على القلب وما ينفعش. تاني حاجه خوف من نقطه الضعف. هو كان زعلان لانه بنسبه كبيره كان معجب بيها من الاول، يعني قبل ما يخطفها. من وجهة نظري ليه هقول لكم طبعا مع المشاهد الجايه. بس طلب امه منه ان هو يخطفها، ده معناه ان هو هيتقابل معاها وش لوش، وده مش مستعد ليه نفسيا. طيب ليه هو كان حاسس بالفرحه وهو بيخطفها؟ هنا اللعبه اختلفت تماما. الفرحه دي ما كانتش فرحه شريره، لكن هي اثبات الرجوله قدام نفسه. هو فرحان لانه نجح بذكائه انه يوقعها في الفخ، وكمان قدر يثبت ان هو اقوى من عيله كوتشاري، وانه قدر على ايبوهان نفسه. فكره ان هو ربط ايبوهان دي لوحدها ادت له ثقه رهيبه بانه هو الاقوى. في المكتب كان بيفكر في العواقب، حرب دم، مسؤوليه، فكان شايل الهم. لكن على الكوبري هو كان حاسس باللحظه، لحظه الانتقام، ولحظه ان هو قدر على ايبوهان وخلاه ضعيف قدام فاطمه وان هو الاقوى.
مشهد بعد الخطف وقص شعر فاطمة. نظرات العين بتاعت إيسو لو ركزتوا في عينه مش هتلاقوا فيها غل حقيقي تجاه فاطمة، بالعكس عينه فيها تشتت وندم مكتوم. هو بيحاول يظهر القسوة عشان يرضي أمه وده الدافع الخارجي، لكن جواه شخص بيتعذب. بالنسبة للغة الجسد وقفته فيها تردد، مش واقف وقفة الجاني المستمتع بجريمته. ملامح وشه مشدودة بزيادة وده بيدل على إنه بيضغط على أعصابه عشان يكمل المهمة اللي هو مش مقتنع بيها 100%. رد فعل أمه لما قالت لها ما تصرخيش هنا اتنفض داخليا لما هو غمض عينه. هو هنا ما بين أوامر أمه اللي هو الولاء للعيلة وما بين إنسانيته ومشاعره ناحية فاطمة. اللقطة اللي اتقص فيها شعرها دي قمة الإذلال النفسي في الثقافات دي، فقص الشعر معناه كسر الشرف أو كسر النفس، وده بيوضح هي ليه كانت منهارة بالشكل ده. طبعا مع السبب التاني اللي ظهر في الحلقات اللي فاتت اللي هي حوارها عن أمها والخرزات وكده. طيب أنا ليه قلت إن في مشاعر من ناحية إيسو لفاطمة، وقلت ما بين أوامر أمه اللي هو الولاء للعيلة وما بين مشاعره من ناحية فاطمة؟ لأن في مشاعر ممكن ما نقولش إن هو محب بالشكل الكبير، ولكن ممكن نقول عليه مهتم. لما فاطمة بتصرخ مشاعره بتتكرمش كأنه هو اللي بتوجع مكانها، وده في علم النفس بيسموه التعاطف الوجداني. لو ما فيش مشاعر كان صراخها مش هيحرك فيه شعر، لكن إيسو هنا عينه مكسورة، هو بيبص لها بنظرة فيها اعتذار مكتوم. تلاحظوا إنه مش قادر يثبت عينه في عينها لفترة طويلة، بيهرب بنظره للأرض أو لبعيد، وده دليل على الخزي من اللي عمله فيها. ممكن تقولوا عشان هو عنده ضمير فعشان كده متضايق من الموقف اللي حصل. عشان كده أنا قلت إنسانيته ومشاعره. عشان كده الإجابة هي الاتنين. من ناحية إنسانيته فإيسو في طبعه مش إنسان مؤذي، وده ظهر من أول حلقة لما تعاطف مع إليني لما طردوها، ولما ساعد أسماء في إنه يدور على إليني باستخدام الطيارة اللي فيها الكاميرا دي، وكمان لما ساعد عادل وإليني، وده لما قال لأسماء على وضعهم مع إن أمه حذرته إن هو ما يقولش، وبالرغم من ده راح قال لأسماء. طيب ليه قلت إن هو عنده مشاعر؟ الإنسانية بتخلي الشخص هادي ورزين في محاولة المساعدة، لكن إيسو متلخبط، بيغلط وبيتعصب بزيادة وبيحن بزيادة. اللخبطة دي علامة الحب مش علامة الإنسانية، فبيطلع طاقة الحب دي في شكل خناق وقسوة وبعدها حنية، وده هرجع له بعد شوية مع الأسباب التانية اللي خلتني أتأكد إن فيه فعلا مشاعر من ناحيته لفاطمة. خلينا نروح لتاني يوم بعد الخطف. في المشهد ده إيسو بيحاول يلطف الجو، نظراته مفيش فيها أي نوع من التهديد، هو بيبص لها نظرات فيها استعطاف ومحاولة تقارب. هو مش جاي يمارس عليها سلطة الخاطف، هو جاي يزورها كأنها في موقف صعب وعاوز يهونه عليها. بالنسبة للغة الجسد قاعد جنبها بمسافة قريبة بس من غير عدوانية. حركته وهو بيطلع الأكل السندوتش والعصير فيها نوع من الاهتمام بالتفاصيل، كأنه بيحاول يقدم اعتذار عملي عن اللي عمله. سؤاله وهو بيقول لها وحشتك أو جعانة، هو بيحاول يخلق حالة من الألفة عشان يخفف عنها قسوة اللي حصل امبارح، وفي نفس الوقت يخفف عن نفسه الذنب اللي هو عمله. مشهد العيون بقى اللي وقعني في حبهم. ملامح إيسو هنا بقت أكتر حدة وقسوة. هو بيحاول يبرر اللي عمله بأن أخوها هو المعتدي اللي أخذ أرضهم، وكأنه بيقنع نفسه أن اللي بيعمله ده حق مشروع لاسترداد ممتلكات عيلته. طيب ليه اتعصب وشد شعرها؟ دي لحظة فقدان السيطرة. أول سبب تكسير الكبرياء، لما هي بدأت تتكلم بتفاخر عن أخوها وأن عمره ما هيديله الأرض، هو هنا حس بالعجز. هو اللي معاه السلاح وهو اللي خاطفها بس هي المنتصرة عليه. تاني سبب إثبات الرجولة، شد شعره ليها ما كانش رغبة في الأذى الجسدي، هي كانت محاولة يأسى منه عشان يسكت صوتها اللي بيحسسه بالفشل، وكأنه بيقول لها أنا ماسكك منين، ما تتكلميش عن القوة. طيب ليه لمس شعرها بحنية وسابه؟ الصدمة من نفسه، أول ما شاف وجعها أو حس بضعفها بين إيده فاق. لمسة شعره ليها بعدها هي اعتذار صامت كأنه بيمسح الوجع اللي هو سببه، وده سبب جديد يخليني اقول ان كان فيه فعلا مشاعر من ناحيته ليه. فاكرين لما انا قلت لكم إيسو بيطلع طاقة الحب دي في شكل خناق وقسوة وبعدها حنية، وده اللي حصل في المشهد ده. وسبب كمان هي المسافة، لو إنسانيته هي اللي طغت عليه، اللي بيشفق على أي ضحية بيفضل سايب مسافة احترام ما بينهم، لكن إيسو بيقرب من وشها جدا، بيبص في عينها بتركيز غريب وبيلمس شعرها. القرب ده فيه حمامية ما تجيش غير من واحد عنده مشاعر قاسية. محاولة هروبها، لغة الجسد هنا حركتها سريعة وعنيفة، وده بيدل على إنها مش عاوزة تهرب، هي عاوزة تنتقم من الإهانة اللي حصلت بإنها اتخطفت، وده لما مسكته من رقبته كانت بتستخدم أقصى قوة عندها. تاني حاجة نظرات العين، لو ركزتوا في عينيها هنا وهي خانقاه هتلاقوا فيها غضب، بس لما وقعت وبصت له وهو بيقرب منها في الآخر نظرتها اتغيرت من الغضب للذهول. الصدمة هنا إنها شايفة عدوها قريب منها أو جسديا، وده بيخلق نوع من الارتباك النفسي اللي هو إزاي الشخص اللي أنا بكرهه قوي يكون قريب مني بالشكل ده. وده من وجهة نظري كان أول تأثر من فاطمة من ناحية إيسو، وطبعا أنا هقول لكم ليه اتأثرت في المشاهد الجاية عشان ما لخبطكمش.
مشهد إيسو وهو بيترمي الخرفان. هنا هتلاقوا إن فاطمة حست بلحظتين. أول حاجة لحظة الزعل. فاطمة لما شافته وشافت إهانته وهو مربوط ومكمم ظهرت في عينيها إنها زعلت عشانه، دي مش عشان بتحبه، دي صدمة إنسانية. وفكرة إن حد يتهان قدام عينها بالشكل ده وجعت غريزتها البشرية، خصوصا إنها عارفة إنه كان أداة في إيد أمه. طيب اللحظة التانية لحظة الانتصار، دي بقى أهم نقطة. وحقيقي زينب أبدعت في رياكشنات وشها وتغيير وشها من اللحظة دي للحظة دي. لو بصيتوا في عينيها في اخر لحظه الزعل اتحول لثبات انفعالي. هي في اللحظه دي كانت بتقول لنفسها كده بقينا خالصين. هو كسر كرامتها بالخطف واخوها كسر كرامته بالاهانه، فهنا حست ان هي استردت كرامتها. هي شافت الضعف في عينه وهو مرمي على الارض والخرفان بتدوس عليه. هي دلوقتي مش الضحيه الضعيفه اللي كانت بتصرخ وهي مخطوفه، هي دلوقتي الطرف الاقوى اللي واقف بيتفرج. طيب ليه النظره كانت مختلفه؟ الزعل كان على الانسان اللي جواه، الانتصار وده كان على الخاطف اللي استولى عليها وخطفها. فممكن نقول ان هي حست بلحظه الزعل بس بشماته. مشهد لما راحت للمستشفى، وده من المشاهد اللي انا بحبها قوي 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 بجد. هو ليه اتعصب اول ما شافها؟ اول حاجه كسر الهيبه. هو دلوقتي في اضعف حالاته، نايم على سرير المستشفى متبهدل ومحتاج مساعده، فانه يشوف البنت اللي هو كان خاطفها ومسيطر عليها بتشوفه وهو عاجز، دي بالنسبه له اصعب حاجه. 2 الدفاع بالهجوم. هو قرر يطردها عشان يحافظ على صوره الرجل القوي اللي اهتز، وهو مش طايق وجودها عشان بيفكره بوجعه وباهانته. طيب هي ليه كانت مبتسمه الابتسامه المنتصره؟ ابتسامتها دي سم في العسل وليها اكتر من معنى نفسي. 1 رد الاعتبار. فاكرين لما انا قلت لكم ان هي كانت شمتانه بس بزعل؟ هنا الزعل راح والشماته هي اللي فضلت، كانها جايه تقول له مش انت اللي كنت بتخطفني، اديك اهو مش قادر ترفع ايدك. هي حاسه ان الدور اتبدل، دلوقتي هي اللي قويه وبصحه كويسه، انما هو اللي تحت نظرها وضعيف. مشهد لما عروج وإليني مشيوا وهم فضلوا لوحدهم. ليه الهدوء حل على العصبية؟ 1 غياب الأشخاص. طول ما أخوه أو أي حد موجود كان لازم يلبس قناع القوة والعداوة. 2 الاستسلام للتعب. هو جسديا منتهي والعصبية كانت بتستهلك طاقته الأخيرة، فلما هو بقى هادي ده كان استسلام إنساني لوجودها اللي بدأ يطمنه بدل ما يستفزه. طيب هي ليه كانت واثقة إنه مش هيقدر يبص في عينيها؟ هي عارفة إن هو إنسان عنده ضمير رغم اللي هو عمله. توقعاتها عنه لما هي قالت زي ما أنا كنت متوقعة أنت مش هتقدر تبص في عيني، هي كانت واثقة إن الخطف ما كانش نابع من شر حقيقي جواه، بل كان ضعف قدام أمه، وده عشان ولاءه لعيلته. هي هنا كانت سايقة المشهد نفسيا، وكلمتها دي هي اللي كتفته. طيب هو ليه فتح عينه واعتذر لها وهو باصص في عينيها؟ دي بقى المستر سين او اللحظه الفاصله في شخصيته. لما هي قالت له انت مش هتقدر تبص في عيني، ما كانش ينفع يفضل مغمض لانه كده بيأكد كلامها انه جبان او ضعيف. لما فتح عينه وبص لها وهو بيعتذر، هو هنا بيأكد اعتذاره وانه مش مجرد كلمه، هو عاوزها تشوف صدق ندمه في عينيه، وعاوز يثبت لها ان هو رغم غلطه هو راجل وقادر يواجه نتيجه افعاله. هي بدأت المشهد بأنها هي المسيطرة اللي بتنتقد ضعفه، وهو نهى المشهد بقوة الاعتراف. اللحظة اللي فتح عينه فيها وبصلها، هو بصلها عشان يوريها ان هو بني آدم مش مجرد آلة في ايد أمه. طيب هي ليه هربت بعد الاعتذار؟ لما فتح عينه وبصلها واعتذر، هو كسر الحواجز الدفاعية اللي هي كانت بنياها. هي ما كانتش مستعدة تشوف صدق من شخص هي مصنفاه انه عدو وخاطفها. تاني حاجة خوف من كشف مشاعرها. هي حست ان عينيها بدأت تدمع وتفضح تأثرها، فكان لازم تلف وشها عشان تحافظ على اللي فاضل من كبريائها قدامه. هي مش عاوزة تديله إشارة إن اعتذارها أثر فيها للدرجة دي. طيب هي ليه تأثرت وعينها دمعت بالرغم إن هي لسه مش بتحبه؟ التأثر هنا ملوش علاقة بالرومانسية، هو ليه علاقة باهتزاز المبادئ. فاطمة متربية إن عيلة فورتونا كلهم غدارين وما عندهمش أصل، فلما تلاقي واحد منهم متبهدل بدل ما يشتمها أو يهددها بيعتذر لها بصدق وهو باصص في عينيها، ده عمل لها لخبطة في كل اللي بتؤمن بيه. الكلمة اللي قالتها اللي هي زي ما كنت متوقعة أنت مش هتقدر تبص في عينيا، هي قالت الجملة دي في الأول كانت فاكرة إن هي بتهينه بضعفه، لكن لما رد عليها بفتح عينه واعتذاره ليها قلب عليها الطاولة. هي اتصدمت في توقعها، كانت فاكرة ان هو هيستمر في الهروب بعينه، ولكن هو واجهها واعتذر لها على طول، وده ما كانتش منتظراه من عدو. ممكن تقولي لي يا ساره ما انت قلتي ان هي عارفة ان هو عنده ضمير، فالمفروض ان هي تكون متوقعة ان هو يعتذر ليها، صح؟ في فرق ما بين توقع الضعف وتوقع النوم. توقعها الاول هي دخلت الاوضه وهي شايفاه مكسور ومذلول من اللي حصل له، هي توقعت ان هو هيفضل مغمض عينيه او مكسوف منها لانه مش قادر يواجهها. نوع الشخص اللي الضمير اللي هي توقعت ان هو عنده ضمير ان هو يتكسف، مش يخليه يعتذر بشجاعه. في فرق ما بين واحد مكسور العين وبين واحد بيعتذر بكرامه. طيب ليه اتصدمت بالرغم ان هي عارفه ان هو عنده ضمير؟ زي ما قلت لكم الصدمه ما جاتش من الفعل نفسه اللي هو الاعتذار، الصدمه جت من طريقه الفعل وهي المواجهه بالعينين.
هي كانت مفكرة ان هو ممكن ما يعتذرش او يعتذر وهو باصص في الارض او مغمض او يتهرب، ولكن لما فتح عينه وبص لها بصة مباشرة وقوية رغم تعبه ده اللي صدمها. هي طول عمرها بتسمع عن عيلة فورتونا ان هم غدارين وخاينين، فلما واحد منهم يعترف بغلطه وما يداريش عينه خجلا ده كسر الصورة الذهنية في دماغها. الثقة اللي كانت عندها كانت في كسر عينه مش في شجاعته في الاعتذار. هي لما دخلت الأوضة كانت واثقة إن هي أقوى منه، كانت بتستمتع بإن هو مرمي قدامها مش قادر يرفع عينه، فلما هو اعتذر بصدق سحب منها سلاح الشماتة. هو بدل ما يكون ضعيف ومكسور بقى مخطئ بس شجاع. هي كانت متوقعة بضعف الجبان فاتفاجئت بندم الشجاع. إيه رأيكم في الكلمات اللي أنا بنقيها يا جماعة؟ إيه رأيكم؟ هي عارفة ان هو عنده ضمير يخليه يتكسف، بس ما كانتش متخيلة ان هو عنده ضمير يخليه يعتذر لعدوته وهو كمان في الحالة دي، فده اللي عمل لها ارتباك وخلاها بسرعة تهرب من قدامه. سؤال كمان في الحتة دي، لما ايسو قال لفاطمة وهو بيعتذر انه ما قدرش يعارض امه، هل ده معناه ان هو ضعيف الشخصية؟ للوهلة الاولى ممكن تفتكروا ان هو ضعيف الشخصية، بس في السياق الدرامي اللي هو صراع عائلات وطار ودم والحوارات دي فالكلمة دي لها أبعاد تانية. واحد، الصراع ما بين الخير والشر. في الثقافات اللي من النوع ده زي مثلا عندنا في الصعيد أو في العشائر التركية كلمة الأم بتكون أمر مقدس. هو لما بيقول ما قدرتش ان انا اعارض امي هو مش بيقول ان هو خايف منها، هو بيقول انا مكسور من ناحيه واجبي ناحيتها. هو واقع في فخ الولاء للعيله ضد الاخلاق الشخصيه. هو عارف ان الخطف غلط بس تربيته بتقول ان معارضه الام خيانه. في فرق ما بين الشخص الضعيف اللي هو مالوش راي وما بين الشخص العاجز اللي ظروفه بتكون متكتفاه. هو اعترف بالكلمه دي عشان يبين لها ان هو مش شرير بطبعه، كانه بيقول لها انا مش بخطفك عشان انا عايزه اذيك، انا بخطفك عشان دي ضريبه انتمائي للعيله دي محاوله تبرئه نفسه قدامها. وطبعا الكلمه دي كانت بدايه التمرد. اعترافه ليها كانت هي اول خطوه ان هو يخرج من تحت اوامر امه ويختار طريقه هو. بس كده انا حاسه ان انا رغيت كتير قوي وبقي وجعني الصراحه. فاتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم واتمنى التفاصيل اللي انا قلتها تكون وصلت لكم، والاهم تكون فهمتوا اللي انا قلته. وطبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه، وانتظروا طبعا بقيه الفيديوهات هحلل لكم فيها بقيه المشاهد طبعا. وبس كده اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.